This SNS sorry in مارفيل. بتيجي هنا وتستنى الصبح بدري، بتيجي حوالي الساعة أنا جاي هنا الساعة 5 لأن طبعا بتكون المكان زحمة وكده يعني. بعدين بتدخل يفتحوا، بتدخل هنا وتاخد رقم، ده تبع الدولة، بتدخل تاخد رقم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منورين. انا بصور لكم دلوقتي من قدام SNS. دي بالظبط كده المكان الحكومي، ده المكان الحكومي، المستشفى الخاص يعني، اللي هي المكان اللي في العلاج الخاص تبع الدولة، اللي انت بعد ما تاخد الإقامة تقدر تطلع الرقم بتاعك، الرقم الصحي اللي هو الرقم التأميني بتاعك، تقدر تطلعه عشان تقدر تكشف مجانا وتتعالج مجانا وتاخد علاج مجانا في البرتغال يعني. تمام. ازاي بتطلع الرقم التأميني؟ هسيب لكم اللينك بتاع التواصل، ان انت تبعت لهم الرقم النيف بتاعك وتبعت لهم الاوراق بتاعتك، وهم بيدوا لك رقم التأمين الصحي بتاعك اللي هو رقم العلاج على الدولة يعني، بيبعتوه لك في الايميل. تمام. ولما بيبعتوه لك في الايميل بيبقى معاك على طول بقى مدى الحياة، هو الرقم ثابت بيبقى معاك على طول. فلما بتحتاج تكشف او تعمل اي حاجة بتكشف مجانا. بس هي المشكلة الوحيدة، برضو انا بقول لكم الحلو والوحش، هي المشكلة الوحيدة ان الزحمة يعني. انت بتحتاج تيجي بدري يعني. انا جيت هنا كان المكان لسه ضلمة، جيت الساعة 5:30 او 5:15 حاجة كده، واستنيت. طبعا الباب ده كان مقفول، دخلت من الباب ده هنا. طبعا كان في هنا ناس واقفين في المكان ده كده، كان في ناس واقفين، ودخلت انتظرنا هنا لحد ما فتحوا الباب ده ودخلنا على جوه. هدخل لكم برضو على جوه دلوقتي اوريكم المكان بيبقى عامل ازاي وتقطع رقمك ازاي، بتجيب الرقم ازاي والحاجة. بس هو الميزة هنا ان انت ما بتدفعش فلوس يعني، والعلاج كويس جدا يعني. العلاج مش علاج بس اللي هو علاجه بالسلام يعني، لا هو علاج كويس يعني. كأنك بتدفع فلوس في مكان خاص. هو العلاج هنا كأنك في مكان خاص يعني. بس هي الفكرة كلها ان انت بتحتاج يجي بدري، لان هو بيبقى شوية عليه زحمة يعني، على حسب برضو المنطقة اللي انت عايش فيها. وكل مكان انت عايش فيه في البرتغال، كل مكان انت عايش فيه بيكون فيه SNS يعني. بس مش في مكان معين في البرتغال او في الاتحاد الاوروبي يعني، لا هو بيكون في كل مكان، في كل مكان موجود SNS تابع ليه يعني، بيكون قريب يعني على حسب المكان اللي انت عايش فيه وحسب الإقامة بتاعتك وحسب المكان اللي انت عايش فيه. تمام.
كنت فاكر اقول لكم حاجه مهمه. ده بالنسبه للعلاج يعني والحاجه. وفي لو انت يعني لو انت مش عارف تتعامل اونلاين ان انت تحجز موعد او حاجه، بتيجي هنا الصبح بدري زي ما قلت لك. الساعه هو بيفتح الساعه 8، يعني هو بيبدا الشغل او بيفتح الباب الساعه 8، بس الناس بتبقى متواجده. انا جيت 5:15 او 5:30، لقيت ناس موجوده. كان في شخصين موجودين قبلي، معنى كده ان هم جم 5 مثلا. تمام. وبعد كده بدأ الناس تزداد يعني، بس العدد المنطقة اللي أنا عايش فيها مش كتير، يعني منطقة صغيرة. فالعدد اللي كان موجود كان حوالي كله على بعضه كده كان حوالي. تيجي تدخل هنا كده تاخد رقم، سواء إذا كنت عايز تعمله كونسولت أو عايز تعمله أيا كان عايز تعمله إيه، زي ما إحنا بنجرب كده. طبعا مش عايز أطلع لك الرقم. بعدين يطلع لك دوس اوكي. يطلع لك الورقة، تاخدها وتقعد تستنى في الشاشة دي. تستنى لحد ما الرقم بتاعك يتنده عليه. اوكي، لحد ما الرقم بتاعك يتنده عليه، وبعد كده مش بيتنده عليه، بيطلع في الشاشة اللي قدامك دي، وبعد كده بتدخل. كل المنطقة اللي أنا عايش فيها كلهم على بعض يعني ما يكملوش، يعني مش عدد كبير، ولكن اللي كانوا موجودين كلهم ما يكملوش 15 واحد يعني. تمام. فالعدد مش كبير قوي، ولكن ممكن تيجي هنا وتدخل تاخد رقم، تقول له انا عايز كونسولتو، اللي هو يعني عايز كشف كامل يعني، او عايز استشارة لدكتور او حاجة. في هنا شارع جميل قوي، فتقول له انا عايز كشف مثلا كامل، وبتكلموا انجليزي. هو هنا الناس بتتكلم انجليزي برضو في الانجليش يعني في المكان هنا. فلان يعني لازم يتواصلوا مع الكل، لان المكان ده بتاع الكل يعني، بتاع البرتغال وبتاع الاجانب وبتاع كله، فلازم على الاقل يكونوا بيتكلموا انجليزي يعني. فهتلاقيهم بيتكلموا انجليزي معاك عادي، لان هو حالات نادره هنا ان تتكلم انجليزي مع حد. صعب الموضوع بتاع الانجليش يعني. بس انا الحمد لله بقيت بتكلم برتغالي دلوقتي كويس يعني انا دخلت مدرستين دلوقتي برتغالي، وانا عملت لكم فيديوهات قبل كده عن المدارس البرتغالي. فبقيت بتكلم برتغالي كويس. بس لما بتتكلم معاهم انجليزي بيتكلموا معاك انجليزي يعني. في الاماكن الحكوميه معظمها بيتكلموا معاك انجليش، لانهم متعودين على الاجانب يعني. هم بيتعاملوا مع الاجانب باستمرار، الاجانب اللي هم مش سياح يعني، الاجانب اللي هم مقيمين في قلب البلد يعني، زينا كده مقيمين في قلب البلد وشغالين. فلازم الهيئات الحكوميه يكون فيها ناس بتتكلم معاك انجليش يعني. كل جدا هتقابلهم ما بيتكلموش انجليش. المهم عشان ما نخرجش بره الموضوع، بتدخل هوريكم دلوقتي بتدخل ازاي وبتحجز فين والرقم بتاعك بيكون ايه يعني كده. تمام، يلا بينا. طيب احنا كده رايحين كأننا داخلين من البداية خالص. طبعا هدخل من هنا اختصارا، ولكن هو ده مش بيبقى هو المفتوح، بيبقى التاني. وطبعا انا بشرح لكم في المنطقة اللي انا عايش فيها. في اماكن تانية ما بتبقاش نفس الشكل يعني بتاع، مش كله نفس الديزاين، ولكن كله SNS. تمام. تدخل، ده انا هنا هتلاقي المارك بتاع SNS هنا اهو، هو ده العلامة بتاعتها. تدخل بتلاقي الشباك بتاعه، تلاقي الانتظار، وهنا بتقدر تحجز الرقم اللي انت عايزه. تمام. وبتاخد الكارت وبتقعد تنتظر في الشاشة دي. وبعد كده بعد ما بتنتظر في الشاشة بيجي الرقم بتاعك، بتدخل تقول له اللي انت عايزه كله وبتطلع. بس كده تدخل تشوف انت ايه المشكلة عندك، تعبان عندك ايه، عندك ايا كان. وهنا المكان كمان بيدي لك ورقة لو انت شغال،
بيديلك ورقة ان انت تقدر تديها للشغل عندك عشان الشغل يديلك اجازة. تمام. فورقة رسمية يعني، لان ده مكان رسمي، مكان حكومي، فبيديك ورقة رسمية. C36 balcão 36 36 وانا رقم 40. فانا داخل الحمد لله مش تعبان ولا حاجه، بس داخل بصور لكم المكان يعني، داخل مخصوص عشان الفيديو. يلا استاذنكم لو الفيديو فاتكم بحاجه، يا ريت تعملوا الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس، تعملوا لايك. السلام عليكم.